انه الحلقه عاجبني قوي يا امينه. ميرسي. بجد؟ ده زارة على فكرة عادي يعني. بتهزري والله العظيم. زارة زارة. امينه ممكن تلبس زارة عادي. ما البسش زارة ليه؟ أنا احنا كمان. كلنا بنلبس. أمينة تلبس من زارة، واو يعني بجد عملت ايه أمينة؟ يعني بنت الأهرامات مثلا، يعني ليه التضخيم والتفخيم ده؟ ليه؟ وبعدين ليه ما بتراعوش مشاعر الناس؟ ده في ناس أصلا مش لاقية تاكل، في ناس مش لاقية تاكل. هو انتوا ليه يا جماعة مش بتفرقوا بين اللي تقولوه بينكم وبين بعض كاتنين اصحاب مثلا، وبين اللي تقولوه قدام الناس؟ يعني او ملايين ملايين هتتفرج عليه او هتشوفه، وانتوا عارفين دلوقتي سرعة التكنولوجيا والنت والسوشيال ميديا والتليفون اللي بقى في ايد كل واحد. ليه مش بتفرقوا بين اللي تقولوه بينكم وبين بعض وبين اللي تقولوه قدام الناس؟ ولا في فرق فعلا؟ لانه نص اللي بتلبسوه ببلاش. يعني الحلق ده ممكن يكون ببلاش، والفستان اللي حضرتك لابساه، لان كل دي بتبقى دعاية للمكان اللي انت بتلبسي منه. حتى الممثلين اللي بيلبسوا فساتين في المهرجانات بتبقى برضو دي دعاية للمصممين بتوع الفساتين. هم بعضهم قال كده على فكرة، ده انا مش بقول حاجة من عندي. يعني نص اللي انتوا بتلبسوه اصلا ببلاش، فبلاش نقول من زارة عادي والفستان ده او الفت منين، كل ده اصلا فري، انتوا بتاخدوه ببلاش. وبعدين اعرفوا الفرق بين اللي تقولوه بينكم وبين بعض وبين اللي تقولوه قدام الناس. الله يرحم، كنا بنروح زمان والله من غير ما نشوف ما كانتش السوشيال ميديا بقت منتشرة قوي كده، ما كناش بنشوف العبث ده. كنا بنروح الساعة كده مع أمي إنه نشتري الهدوم من ولبس العيد من الساعة ومحطة الرمل والمنشية والحتت دي، وكنا بنحس إننا مميزين، إننا من الأغنياء. كان أجرأ حوار بيتقال على التلفزيون هو حوار صريح جدا جدا لمنى الحسيني، وكنا نتفرج عليه مع أهلنا كده وإحنا مكسوفين. دلوقتي أنا معرفش، لا الإعلاميين بقوا إعلاميين، نصهم بقوا مذيعين، قصدي ممثلين درجة تالتة، بيجوا يعملوا مذيعين، لا لبس ولا شكل ولا بيقدموا حاجة مفيدة ولا أي حاجة، أي هرتلة وأي هباب بنشوفه بجد. خلصنا بقى ده، تعالوا نشوفوا الموهبة التي تستحق الدفن دي. تعالوا. وانا قررت اختار التمثيل. بابا هيزعل بس مش مهم. انا زعلت ناس كتير قوي. شفتوا الموهبة الفذة يا جماعة؟ لا بجد شفتوا الموهبة العظيمة. على فكرة أنا مش هحجر على رأي حد، ممكن تكون بتعجب ناس تانية الله أعلم، بس اللي أنا شفته دلوقتي رأيي أنا، يعني أنا أشوف إن الموهبة دي تستحق الرجم بصراحة. أي هرتلة وأي حاجة. المشكلة لما بيكلموا روجينا بيقولوا لها بنتك هيقولوا عليها بتمثل بالواسطة. هي عندها واحدة بتخرج والتانية بتمثل. اللي بتخرج دي مش مهم، ورا الكاميرا مش هنشوفها، مش عارفين الله أعلم. إنما اللي بتمثل ديت إحنا شفنا تمثيلها. بتقول لهم وإيه يعني بالواسطة؟ ما هو 3/4 الوسط الفني، لا ده الوسط الفني كله مسيطر عليه أبناء الفنانين. يا نهار اسود، يعني بجد انا ما شفتش كده. هو ده الفن اللي جوزك عاوز يحميه من بتوع السوشيال ميديا؟ على الاقل بتوع السوشيال ميديا دول كانوا مميزين في حاجه وعشان كده الناس تبعتهم. لكن بنتك كل مميزاتها انها بنت اشرف زكي وروجينا بس. بتاخدوا اماكن مش بتاعتكم، بتاخدوا اماكن مش بتاعتكم. وعلى فكره مش لازم ابدا ابدا ابن الفنان يطلع فنان خالص، مش ذنبنا على فكره. يعني بتقول هي اللي بتقول ابن الدكتور بيطلع دكتور وابن الفنان يطلع فنان. طب ما هو ابن الدكتور ده واحد ذاكر واجتهد وطلع دكتور زي ابوه، هو عمل. لكن هي الموهبه اللي عندها، كلهم بقوا موهوبين، اللي هي عملته علشان تبقى فنانه، التعب اللي تعبته عشان تبقى فنانه. طيب المفروض ان طالما انت بتقولي كل الفنانين ولادهم هم اللي مسيطرين على الساحه، معنى كده ان كلهم موهوبين؟ مفيش حد مش موهوب؟ كلكم موهوبين؟ يعني بصراحه منتهى الاستفزاز. المفروض ان كل واحد ياخد المكان اللي يستحقه.